بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله السنة دي هنكون مع بعض هنحل تدريبات كتاب الامتحان كاملة درس بدرس. أول درس عندنا إن شاء الله هيبقى أسلوب النداء. طيب الأول كده قبل ما نحل لازم ناخد قاعدة كده نمشي عليها. إيه هي القاعدة دي؟ بتقول إيه؟ بتقول إن أسلوب النداء بيتكون من إيه؟ أسلوب النداء عندي بيتكون من أداة النداء بيجي بعديه مباشرة المنادى، وبعد كده بيجي لي جواب النداء. طيب لو جينا بصينا كده أداة النداء اللي احنا خدنا الهمزة وأي، ودول بنستخدمهم نداء القريب. بعد كده أيا وهيا بنستخدمهم لنداء البعيد، وعندي يا تستخدم للقريب والبعيد، والوحيدة التي يمكن حذفها. مباشرة بعد أي أداة من أدوات النداء دول بيجي لي المنادى اللي هنعرف دلوقتي من شرحنا ليه إن هو ليه أنواع وليه حكم. بعد كده بيجي الجواب زي إيه؟ مثلا لو جيت قلت يا طالب العلم اجتهد، أول حاجة هعملها في الجملة إن أنا هبدأ أقسمها. فين أداة النداء عندي؟ برافو عليكم، هي يا. المنادى بيجي بعدها مباشرة اللي هي كلمة إيه؟ طالب. طيب أسأل بقى الطالب ده أنا عايز أقول له إيه؟ يا طالب أنا عايز أقول له إيه؟ قال لي اجتهد. التقسيمة دي اللي هي أداة النداء والمنادى وجواب النداء اللي أنا عايز أقول له عليه اللي هو اجتهد. فبنيجي من هنا نعرف نحدد نوع المنادى. طيب أنواع المنادى عندي نفتكر كده مع بعض 5 أنواع. مضاف، شبيه بالمضاف، نكرة غير مقصودة، ونكرة مقصودة، وعلم مفرد. تمام كده؟ يبقى انواع المنادى تاني: مضاف، شبيه بالمضاف، نكره غير مقصوده، نكره مقصوده، وعلم مفرد. الثلاثه دول في الحكم حكمهم معرب. يعني ايه معرب؟ يعني بعربه على طول منادى منصوب. انما الاثنين دول النكره المقصوده والعلم المفرد دول مبني. نفتكر كده ان احنا خدناهم. ده مبني يعني لما اجي هعربه منادى مبني في محل نصب منادى. طيب مبني على ايه؟ نفتكر كده. قال لي مبني على ما يرفع به. مبني على ما يرفع به. يعني ايه ما يرفع به؟ يعني لو الكلمة عندي منادى علم مفرد مثلا، فهقول عليه لو الكلمة مفردة المفرد بيترفع بالايه؟ بالضمة. طيب المثنى بيترفع بايه؟ بالالف. يبقى منادى مبني على الضم، او منادى مبني على الالف، او منادى مبني على الواو لو كان جمع مذكر سالم. طيب نبدا كده نقول بسم الله. السؤال الاولاني بيقول حدد المنادى فيما ياتي وبين نوعه وحكمه. بين نوعه وحكمه. طيب الجمله الاولى بتقول ايه؟ بتقول يا نيل انت شريان الوطن. طيب انا عايز اعرف فين المنادى. احنا اتفقنا ان بعد الاداه على طول بيجي المنادى. يبقى انا لو قسمت كده يبقى عندي يا هي الاداه، نيل
هي المنادى. انا عايز اقول للنيل ايه؟ عايز اقول له انت شريان الايه؟ الحياه. فاصبح عندي كده كام كلمه؟ كلمه واحده. طالما كلمه واحده هيبقى المنادى هنا نوعه، يبقى المنادى عندي كلمه نيل نوعه كلمه واحده، يا نكره مقصوده يا علم مفرد. ها، نيل هنا ايه؟ علم مفرد، لان ما عندناش غير نيل واحد، الدنيا كلها عارفه مين هو النيل. طيب حكمه ايه بقى؟ نفتكر كده في الحكم تاني. حكم المنادى. المنادى في احكامه نوعين، قلنا معرب ومبني. طيب مين المعرب اللي عندي؟ المنادى المضاف معرب شبيه بالمضاف، النكره غير مقصوده. طيب مين المبني؟ النكره المقصوده وعلم مفرد. يبقى انا كده عايز الحكم. احنا قلنا لسه قايلين ده علم مفرد، العلم المفرد هنا هيبقى معرب ولا مبني؟ لا، هيبقى ايه؟ مبني. ادي الحكم. السؤال الثاني بيقول ايه؟ أيا جنديا أنت في مهمة وطنية. أيا جنديا أنت في مهمة إيه؟ وطنية. أيا هي الأداة، جنديا هي المنادى. أنا عايز أقول له إيه؟ أنت في مهمة وطنية. جند دي كم كلمة؟ افتكر تاني. قال لي المنادى لو أنا قسمت وجالي كلمة واحدة ما بين الأداة وبين الجواب، أعرف على طول إن المنادى بتاعي ده يا إما علم مفرد يا إما نكرة مقصودة. طيب أعرفه منين العلم المفرد والنكرة المقصودة؟ العلم المفرد قال لي هيبقى اسم شخص أو اسم بلد أو اسم إشارة. طيب ما طلعش اسم شخص ولا اسم بلد ولا اسم إشارة، هيبقى نكرة مقصودة. طيب ممكن كمان لو كلمة واحدة هيبقى نكرة غير مقصودة. طب إيه اللخبطة دي؟ هنفرق احنا كده ازاي ما بين النكره المقصوده وغير مقصوده؟ هنفرق ما بينهم عن طريق التنوين او الياء والنون. لو في تنوين او ياء ونون تبقى نكره غير مقصوده، مفيش تبقى مقصوده. نبص هنا كده، جنديا كلمه واحده جت، كلمه واحده هي، يبقى المنادى عندي حاجه من الثلاثه، يا علم يا نكره مقصوده يا نكره غير مقصوده. طيب هل ده اسم شخص؟ لا. هل هو اسم بلد؟ لا، يبقى المنادى هنا مش علم. طب هنا يا نكره مقصوده يا غير مقصوده. قلنا نفرق ما بينهم ازاي؟ بالتنوين او الياء والايه؟ والنون. هنا في تنوين؟ في تنوين، يبقى المنادى هنا كلمه جنديا نوع نكره غير مقصوده. وقلنا النكره غير مقصوده حكمها معرب ولا مبني؟ لا، معرب. السؤال اللي بعد كده رقم 3 بيقول هيا شباب مصر بسواعدكم تتقدم الأمم. يلا نقسم كده. هيا ده ادي الأداة، الكلمة اللي بعدها على طول هي المنادى. فشباب أنا عايز أقول للشباب إيه؟ عايز أقول لهم بسواعدكم تتقدم الأمة. أصبح عندي كام كلمة في النص؟ كلمتين. طيب ما احنا لسه قايلين لو كلمتين، لو الأداة هيجي بعدها كلمتين أو أكتر وبعد كده يجي الجواب، يبقى المنادى بتاعي حاجة من الاتنين، يا إما مضاف يا إما شبيه بالمضاف. طيب هفرق برضو إزاي؟ قال لي برضو بالتنوين والياء والنون.
لو الكلمة المنادى آخرها تنوين أو ياء ونون تبقى شبيه بالمضاف. طيب لو مفيش تنوين ولا ياء ونون تبقى مضاف. نرجع تاني هنا، شباب مصر دول كلمتين، يبقى المنادى بالنسبة لي يا إما مضاف يا إما شبيه بالمضاف. هل هنا في تنوين؟ في ياء ونون؟ لا شباب، ولا فيها تنوين ولا ياء ونون، تبقى هنا المنادى مضاف. طيب المنادى طالما مضاف حكمه ايه؟ احنا لسه واخدينه معرب. طيب السؤال الرابع، قل يا بلادي لك حبي. هنقسم، ادي يا بلادي عايز اقول لها ايه؟ لك حبي. طب بلادي هنا كم كلمة؟ بلادي كم كلمة؟ حد شاطر هيقول لي كلمة واحدة، اقول له ايوه انت صح، بس نسيت نقطة صغيرة. ايه هي؟ بلادي دي اخرها ياء المتكلم. قلنا ياء المتكلم لما تتصل بأي كلمة ده ضمير، والضمير بيعامل معاملة الاسم. يبقى أنا عندي كلمة بلاد اسم والضمير اسم تاني، يبقى هنا أصبح كام كلمة؟ كلمتين. يبقى بلادي نخلي بالنا منها، ياء المتكلم بتاعتي أنا بلادي، بلادي أنا. طالما بلادي أنا يبقى دول كام كلمة؟ كلمتين. يبقى المنادى عندي يا مضاف يا شبيه بالمضاف. طب بلادي هنا فيها تنوين؟ فيها ياء ونون؟ لا، يبقى المنادى عندي هنا ايه؟ مضاف. المنادى هنا ايه؟ مضاف. طيب حكم المضاف احنا لسه قايلين ان هو معرب. طيب اللي بعديها، يا مقدما روحه فداء للوطن رفع الله مقامك. ادي ياء الاداه مقدما، ادي المنادى. عايز اقول له ايه اللي بيقدم روحه فداء للوطن دوت؟ عايز اقول له رفع الله قدرك او مقامك. هنا عندي كام كلمة في النص؟ أكتر من كلمة، يعني كلمتين أو أكتر. يبقى كلمتين أو أكتر المنادى عندي يا مضاف يا شبيه بالمضاف. طب في هنا تنوين؟ ده في تنوين. يبقى المنادى هنا نوعه إيه؟ شبيه بالمضاف. وطالما شبيه بالمضاف يبقى معرب. الجملة اللي بعديها، يا مفرطا في وطنه ستندم. يا الأداة، مفرطا المنادى. عايز اقول له ايه؟ ستندم. فعندي كام كلمه كده في النص؟ كلمتين او اكتر. طيب كلمتين او اكتر كده يبقى المنادى عندي نوعه ايه؟ يا اما مضاف يا اما شبيه بالمضاف. طب هنا في ايه؟ ده في تنوين، طالما تنوين يبقى شبيه بالمضاف. وطالما شبيه بالمضاف قلنا المضاف والشبيه بالمضاف والنكره غير المقصوده دايما معرب. نروح على اللي بعدها، قال تعالى يا مريم أنى لك هذا، على لسان سيدنا زكريا. أدياء مريم هي المنادى. عايز أقول لها إيه؟ أنى لك هذا، ده جايب لك منين؟ فمريم هنا كم كلمة؟ كلمة واحدة. قلنا طالما كلمة واحدة تبقى يا نكرة مقصودة يا نكرة غير مقصودة يا علم مفرد. طيب علم مفرد يعني إيه؟ اسم شخص أو اسم بلد أو اسم إشارة. طب مريم ده مش اسم شخص؟ اسم شخص. يبقى هنا ايه؟ المنادى نوعه ايه؟ علم مفرد. والعلم المفرد معرب ولا مبني؟ لا مبني. رقم 8، قال تعالى يوسف اعرض عن هذا. ايه ده؟ ده مفيش اداة نداء. مش احنا قلنا في بداية الفيديو كده، قلنا ان يا اداة نداء تستخدم للقريب والبعيد والوحيدة التي يمكن حذفها. طيب يبقى انا ممكن احط هنا يا واقرا الجمله، يا يوسف اعرض عن هذا. الجمله تمام اهي. يبقى هنا كان في اداه نداء واتحذفت، يبقى يوسف هي المنادى. عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له اعرض عن هذا. يبقى يوسف كم كلمه؟ كلمه واحده. يبقى هنا كده مقصوده يا غير مقصوده يا علم مفرد. طب يوسف ده مش اسم شخص؟ يبقى هنا نوع المنادى علم مفرد ونوع أو حكمه مبني. يبقى النوع علم مفرد والحكم مبني. الجملة اللي بعدها بيقول يا منفق المال لا تسرف. يا الأداة، منفق المنادى. عايز أقول له إيه؟ لا تسرف. عندي كام كلمة؟ كلمتين.
طيب نبص على الكلمة دي، في تنوين؟ لا. في ياء ونون؟ لا. يبقى هنا المنادى نوعه مضاف، والمضاف معرب. الجملة اللي بعدها انظر أمامك أيها الطالب. طيب احنا خدنا نداء ما فيه ال. ايه نداء ما فيه ال؟ اي اسم اوله الف ولام لما اجي انادي عليه، انادي عليه ازاي؟ قال لي عندي طريقتين. خلي بالنا في كام طريقه؟ طريقتين. الطريقه الاولى قال لي هنحط ايها للمذكر وايتها للمؤنث. طب الطريقه الثانيه قال لي هنحط اسم اشاره وبعد كده احط الايه؟ الاسم المعرف بال. برضه هنا هحط المعرف بال. طيب يبقى المنادى بتاعي هنا هيبقى فين؟ نركز بقى كده، المنادى بتاعي فين؟ المنادى هنا اي واي، انما هنا اسم الاشاره هو اللي هيبقى منادى. طب نوع المنادى هنا هيكون ايه؟ قال لي على طول نكره مقصوده، يعني معنى كده ان حكمه مبني. طب هنا اسم الاشاره، احنا فاكرين جينا في اول فيديو قلنا اسم الشخص، اسم البلد، اسم الاشاره، الثلاثه بيكونوا علم مفرد. يبقى هنا لو حطيت اسم الاشاره هيبقى علم مفرد، والعلم المفرد مبني. يبقى انا لو حبيت اعربه هعربه ايه؟ اقول عليه منادى مبني على الضم في محل نصب، سواء هنا او هنا. منادى مبني على الضم في محل ايه؟ نصب. الا مع اسماء الاشاره هذان وايه؟ وهاتان. مالهم هذان وهاتان؟ دول اسماء معربه مش مبنيه، فهنا هيكون مبني على الالف. مبني على الايه؟ على الالف في محل نصب. تمام؟ نرجع. انظر امامك ايها الطالب. يبقى فين المنادى بتاعي؟ كلمه اي. طب ليه اي؟ طب والهاء دي راحت فين؟ الهاء ده حرف للتنبيه، حرف للتنبيه ما ننساهوش. طب فين الاداه؟ طالما ده ما انا عندي اي حرف نداء، اقول لك لا، ما الاداه هنا محذوفه. كان اصلها انظر امامك يا ايها الطالب، فحذف الاداه يا وجاب ايها على طول. فمنين ما اشوف ايها وايتها في الجمله يبقى على طول ايها وايتها هتعرب ايه؟ هي المنادى. والمنادى هنا على طول من غير ما افكر نكره مقصوده. نكره ايه؟ مقصوده. والنكره المقصوده لسه قايلين معرب ولا مبني؟ لا مبني. طيب السؤال اللي بعده قول يا مسافرون استعدوا. ادي يا هي الاداه، مسافرون المنادى. عايز اقول لهم ايه؟ استعدوا. مسافرون دي كام كلمه؟ كلمه واحده. طيب طالما كلمه واحده يبقى المنادى عندي يا نكره مقصوده، غير مقصوده يا علم مفرد. تعال نشوف العلم، هل ده اسم شخص؟ اسم بلد؟ اسم اشاره؟ لا. يبقى ده يا نكره مقصوده يا غير مقصوده. قلنا هنفرق ازاي؟ بالتنوين او الياء والنون. حد هيقول لي شاطر يقول لي طب ما هنا في نون، اقول لك لا، انا اتفقت ان يكون ياء ونون. ياء وايه؟ ونون. انما دي واو ونون. يبقى هنا المنادى نكره مقصوده. وقلنا النكره المقصوده معرب ولا مبني؟ لا مبني. ومبني على ايه؟ مبني على الواو لان ده جمع مذكر. يا اخا النبل اقبل. يا اخا هي المنادى. عايز اقول له ايه؟ اقبل. عندي كلمتين، وقلنا طالما كلمتين تبقى يا مضاف يا شبيه بالمضاف. طيب اخا شبيه بالايه؟ بالمضاف ولا مضاف؟ حد يقول لي ده تنوين، اقول لك لا، اخا هنا من الاسماء الخمسه اللي هي اب، اخ، حم، ذو، فو، والاسماء الخمسه بترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، فاخا هنا منصوبه بالالف. فهنا ده مش تنوين، ده علامه النصب. يبقى المنادى هنا كلمتين ومفيش تنوين ولا ياء ونون، يبقى المنادى هنا بتاعي مضاف.
طب والمضاف معرب ولا مبني؟ لا معرب، حكمه معرب. طيب السؤال اللي بعده بيقول يا وطنيا انت قدوة لغيرك. ادي يا وطنيا هي المنادى، عايز اقول له ايه؟ انت قدوة لغيرك. كم كلمة؟ كلمة واحدة. فيها تنوين؟ يبقى دي نكرة. خلاص بقى احنا حفظنا نكرة غير مقصودة، والنكرة غير مقصودة معربة مش مبنية. السؤال ال 14 يا مضيعا أو يا مصغيا للنصح اعمل به. أدي يا الأداة، مصغيا المنادى، عايز أقول له إيه؟ اعمل به. كم كلمة كده؟ عندي كلمتين، وقلنا طالما كلمتين يبقى المنادى يا مضاف يا شبيه بالمضاف. هفرق إزاي بالتنوين والياء والنون؟ هنا في تنوين؟ في تنوين، يبقى المنادى هنا شبيه بالمضاف. وقلنا شبيه بالمضاف معرب ولا مبني؟ برافو عليكم، معرب. الشباب اللي صاحيه معايا ومركزه. طب هنا بيقول ايه؟ اي ملقيا للشعر كان القاؤك رائعا. احنا خدنا من اداه النداء همزه واي، اي وهي ويا. فانا عندي اي ملقيا هي المنادى، عايز اقول له ايه؟ كان القاؤك رائعا. فملقيا هي المنادى. كم كلمه في النص؟ كلمتين. في تنوين فيها ونون؟ عندي تنوين هنا، يبقى المنادى هنا شبيه بالمضاف. وطالما شبيه بالمضاف يبقى معرب. طيب رقم 16 قل يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق العلمي؟ فين أداة النداء عندي؟ يا، برافو عليكم. يبقى المنادى على طول الكلمة اللي بعد الأداة جاهلين. عايز أقول لهم إيه؟ هل تجهلون مكان الصادق العلمي؟ عندي كم كلمة كده في النص؟ أكتر من كلمة. يبقى المنادى يا مضاف يا شبيه بالإيه؟ بالمضاف. طيب كم كلمة هنا كده؟ قلنا أكتر من كلمة. طيب هنا في تنوين فيها ونون؟ ده فيها ونون، يبقى المنادى هنا نوعه إيه؟ شبيه بالمضاف. وطالما شبيه بالمضاف يبقى معرب. الشعر اللي بعد كده بيقول ويا حبها زدني جوى كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. فين أداة النداء؟ عندي يا حبها. ادي المنادى، عايز اقول له ايه؟ يا حبها ايه؟ زدني. طب ما في أداة نداء تانية. ادي يا سلوة. سلوة الأيام. عايز أقول له إيه؟ موعدك الحشر. فهنا كام عندي؟ كام منادى هنا في البيت؟ 2. الأولاني يا حبها، دي كام كلمة؟ حد يقول لي كلمة واحدة، هقول له لا، احنا اتفقنا إن أي منادى يتصل بالضمير فالضمير عبارة عن اسم. يبقى أنا عندي كده كام؟ 2. ما ننساش الضمائر في اللغة العربية بتساوي الاسم. يبقى هنا حبها ادي الضمير، يبقى هنا عندي كام كلمه؟ كلمتين. يبقى طالما كلمتين يا مضاف يا شبيه بالمضاف، فهنا ده مضاف والمضاف معرب. طب الناحيه الثانيه سلوة الايام برضو كلمتين. طب في تنوين؟ قال لي لا، ده في فتحه واحده. لان كلمه الايام نكره ومعرفه تعرب مضاف اليه، والمنادى لو اتضاف يبقى منادى مضاف والمضاف معرب. تمام يا شباب؟ حد مش فاهم؟ لو مش فاهم هنكمل حل. بيقول الشاعر أعرني لسانا أيها الشعر للشكر وإن لم تطق شكرا فلا كنت من شعري. فين أداة النداء عندي؟ مش لاقي أداة نداء. طيب الحل إيه يا مستر كده؟ أنا ما عنديش أداة نداء، هعرف منين؟ قلنا ندور على كلمة أيها وأيتها. طب ما فيش أيها وأيتها، تعالى في البداية كده وحط يا. ينفع أقول يا أعرني؟ لا. ينفع أقول ويا إني؟ لا. فعندي كلمة إيه؟ أيها. فأيها هنا هي المنادى اللي هي كلمة أي، والهاء قلنا حرف للتنبيه. فأي هنا على طول قلنا منين ما نشوفها
يبقى المنادى بتاعي نوعه ايه؟ يلا يا شباب قولوا معايا. اي نوعها ايه على طول؟ قلنا نكره مقصوده، والنكره المقصوده معربه ولا مبنيه؟ لا دايما مبنيه. في الشعر اللي بعده، اسلمي يا مصر انني الفدا ذي يدي ان مدت الدنيا يدا. ها فين الاداه؟ يا برافو. ها فين المنادى؟ مصر. انا عايز اقول ايه لمصر؟ انني الفدا. عايز اقول لها انني الايه؟ الفدا. مصر هنا كام كلمه؟ كلمه واحده، وطالما كلمه واحده خليها في دماغنا على طول. ها يا نكره مقصوده يا نكره غير مقصوده يا علم مفرد. طب مصر دي مش اسم بلد؟ اسم بلد. طالما اسم بلد يبقى على طول ده ايه؟ علم مفرد. والعلم المفرد معرب ولا مبني؟ برافو عليكم، مبني. طيب البيت اللي بعده يقول يا نائما والموت ملء جفونه أعلمت من فارقت كيف ينام. ها فين الأداة؟ برافو عليكم، يا. فين المنادى؟ نائما. ها عايز أقول له إيه؟ أعلمت من فارقت يا نائما والموت ملء جفونه. عايز اقول له ايه اللي مات والموت لسه مالي جفونه؟ عايز اقول له اساله اعلمت من فارقت كيف ينام؟ علمت من فارقت كيف ينام؟ مش عارف، عندي كام كلمه كده اكتر من ايه؟ من كلمه. فالمنادى عندي يا مضاف يا شبيه بالمضاف. فهنا المنادى على طول ايه من غير ما افكر كده؟ ها في تنوين؟ في تنوين، يبقى شبيه بالايه؟ بالمضاف. اللي بعديها السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ يقول اكمل بمنادى وبين نوعه وحكمه. انت هنا السؤال مفتوح لك براحتك، حط الكلمه اللي تريحك، بس اركز الخطاب بتاعي اللي في الجواب ده موجه لمفرد ولا مثنى ولا جمع. فالاولى بيقول لا حافظوا على لغتكم. يبقى اقول ايه؟ يا ابناء الوطن. ابناء ليه ما قلتش ابن؟ عشان حافظوا خطاب الجمع. تمام كده؟ انا هنا بدي الامر مين؟ للجمع، فلازم كلمه ابناء تيجي ايه؟ جمع. الثانيه بيقول رحمكم الله، برضه للجمع. شباب العلم. طب حد هيقول لي انا ما حطيتش الاداه، مش مشكله لان هو طلب هنا منادى بس. طب حد هيحط يا شباب العلم، صح مش غلط. اللي بعديها نقط انت تحمي البلاد. اقول ايه؟ ايها الجندي انت تحمي البلاد، او يا جنديا او يا جندي انت حر. ليه؟ لان احنا بعد كده هناخد ايه؟ نوع وحكمه، هنطلعهم من هنا. نقط بعزيمتكما، دول اتنين بقى. يبقى يا طالبان بعزيمتكما تتقدم الايه؟ الامه. فعندي ابناء. تعال نشوف كده النوع والحكم. لو انا قسمت كم كلمه كده؟ اتنين، يبقى النوع المنادى هنا مضاف، والمضاف قلنا حكمه يكون ايه؟ معرب. شباب العلم، شباب المنادى، عايز اقول لهم رحمكم الله برضو كلمتين، فالمنادى هنا ايه؟ مضاف، والمضاف معرب. ايها، اتفقنا ان ايها وايتها على طول لما نيجي ناخدها على طول بتبقى ايه؟ نكره مقصوده، والنكره المقصوده مبنيه، يبقى الحكم بتاعه ايه؟ مبني. طيب يا طالبان، طالبان كام كلمه؟ كلمه واحده، وقلنا كلمه واحده نكره مقصوده او غير مقصوده وعلم مفرد، فدي ولا اسم شخص ولا اسم بلد. طيب طالبان كده في اخرها تنوين؟ لا. طب في ياء ونون؟ لا، ده في الف وايه؟ ونون، يبقى دي على طول ايه؟ نكره مقصوده. والنكره المقصوده اتفقنا ان هي ايه؟ مبني مش معرب. السؤال اللي بعد كده بيقول
اجعل ما يأتي منادى وبين نوعه وحكمه. فتيات مصر، عايزين ناخدها كده في جملة. ها، أقول لهم إيه؟ يا فتيات مصر أنتن المستقبل. كده أنا حطيتها بأسلوب نداء. عايزين نوعه. ها، عندي كام كلمة؟ فتيات منادى، عايز اقول لهم ايه؟ انتن، فعندي كام كلمه؟ كلمتين، فالمنادى هنا نوعه ايه؟ مضاف، والمضاف معرب. خلاص احنا حفظنا. طيب ذو الاخلاق، ذو الاخلاق، ذو اسم من الاسماء الخمسه، واتفقنا قلنا الاسماء الخمسه اب اخ حم ذو فو بترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، ولو جت في النداء على طول بتضاف، هتكون مضاف. فمضاف دايما هنلاقيها ذا. ها، فاقول ايه؟ يا ذا الأخلاق أقبل. يبقى المنادى هنا إيه؟ ذا، واحنا اتفقنا على طول الأسماء الخمسة على طول تبقى إيه؟ مضاف، والمضاف معرب ولا مبني؟ لا معرب. طيب الجملة اللي بعدها ساع في الخير. ساع في الخير، ساع هنا مبتدأ وحذفت الياء، دي أصلها إيه؟ ساعي. طيب في الخير ده إيه؟ ده جر ومجرور، يعني الكلمة هنا مش مضافة، فلما اجي اقلبها فهي كده كده بالنسبة لي هتبقى منادى، والمنادى هنا أكتر من كلمة فهيكون معرب فمنصوبة، فلما اجي انصبها هرجع الياء اللي اتحذفت دي واحط ألف التنوين، فأقول إيه؟ يا ساعيا ها في الخير هداك الله. أي جملة مش هتفرق معايا، ادي يا ساعيا عايز اقول له ايه؟ هداك الله، يبقى دي شبيه بالايه؟ بالمضاف. الجمله اللي بعد كده بيقول وطنيون، دي كلمه واحده وما فيهاش تنوين ولا ياء ونون، فدي على طول كده نكره مقصوده فهتفضل زي ما هي. يا وطنيون لكم التحيه. فوطنيون هنا على طول منادى ايه؟ نكره مقصوده، والنكره المقصوده قلنا عليها ايه؟ مبني. خلاص كده قلنا عليها ايه؟ مبني. طيب رقم 5 بيقول المعلمه. المعلمه هنا فيها ايه يا شباب؟ فيها الف ولام، وطالما فيها الف ولام يبقى مش هينفع اقول يا المعلمه او اي المعلمه، لا، لازم استخدم حاجه من الحاجتين اللي احنا اتفقنا عليهم، يا اما ايها او ايتها او اسم اشاره. فانا عندي خيارين، يا اما اقول يا ايتها المعلمه او يا هذه المعلمه، الاتنين معايا صح. طيب لو خدت ايتها تبقى نكره مقصوده، طب لو خدت هذه يبقى المنادى هنا هو علم مفرد، وفي كلا الحالات هو مبني، كلا الحالتين هنا وهنا هو مبني. طيب امهات الغد دول كلمه كلمتين، طالما كلمتين يبقى مضاف يا شبيه بالمضاف، مفيش تنوين مفيش ياء ونون، تبقى المنادى عندي هنا ايه؟ مضاف. فاقول يا امهات الغد ربوا بنيكم، او ربوا خلاص. عشان ما فيش مساحه بس كده نكتب بقول يا امهات الغد ربوا، فهنا هتبقى مضاف، والمضاف معرب. فاعل للخير هنا جر وايه؟ ومجرور. ما ننساش لو لقيت بعد المنادى جر ومجرور يبقى على طول شبيه بالمضاف، فلما اجي انا هحطه شبيه بالمضاف يبقى لازم اخره تنوين او ياء ونون، التنوين للمفرد والياء والنون للمثنى وجمع المذكر. يبقى فاعل للخير تبقى يا فاعلا للخير اقبل.
يا فاعلا للخير ايه؟ يبقى فاعلا للخير ده شبيه بالايه؟ بالمضاف، وشبيه بالمضاف معرب. اخر جمله بيقول طامحون. طامحون كلمه واحده، نكره مقصوده وغير مقصوده، علم مفرد. لا دي نكره ايه؟ مقصوده. والياء طامحون لكم المستقبل. طامحون هنا قلنا عليها ايه؟ نكره مقصوده، والنكره المقصوده مبني. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ بيقول مثل في جمله مفيده لمنادى. عايز منادى مبني على الالف. هو ايه اللي بيتبني في انواع المنادى؟ ايه اللي بيتبني عندي؟ احنا اتفقنا اللي بيتبني عندي يا نكره مقصوده يا علم مفرد. طيب نكره مقصوده ايه اللي بيتبني على الالف؟ ايه اللي بيرفع بالالف؟ المثنى اللي بيرفع بالالف. فانا لما هنا يقول لي مبني على الالف يبقى لازم افكك السؤال. مبني يعني يا نكره مقصوده يا علم، على الالف يبقى مثنى. طيب ناخد المثنى. فاقول ايه؟ يا طالبان اجتهدا. طيب الجمله الثانيه منصوب بالكسره. ايه اللي بيتنصب بالكسره عندي؟ جمع المؤنث السالم هو اللي بينصب بالايه؟ بالكسره. فانا لما احط هنا منادى احطه جمع مؤنث، ولازم يكون منصوب يعني معرب، يعني تحط مضاف شبيه بالمضاف او نكره غير مقصوده. فاقول يا امهات المستقبل احرصوا او احرصنا، لان دول جمع مؤنث مش هينفع اقول احرصوا، ده جمع مذكر. احرصنا على النشء. طيب اللي بعديها اسم من الاسماء الخمسه. اتفقنا الاسماء الخمسه كلها منصوبه بالالف. فاقول يا ذا العلم اقبل. شبيه بالمضاف يبقى لازم في النص كده ما بين الاداه والجواب كلمتين او اكتر. والكلمه الاولى اخرها يا اما تنوين يا اما ياء ونون. فاقول يا معلمين مصر لكم الشكر. تمام كده. فمعلمين هنا اخرها ياء وايه؟ ونون، فده شبيه بالايه؟ بالمضاف. تمام كده يا شباب. طيب نخش على السؤال اللي بعده. السؤال بيقول اجعل الكلمات التالية منادى مضافا. مضافا يعني لازم يكون عندي في النص ما بين الأداة وبين الجواب اللي أنا هجيبه يبقى في كلمتين، فهو مديني كلمة واحدة. فأنا هنا هقول إيه؟ يا مدرس الفصل اشرح. أنا كده خليته إيه؟ أدياء مدرس المنادى، عايز اقول له يشرح، اصبح عندي كلمتين مفيش تنوين ولا ياء ونون، تبقى مضاف. كاتب اي كاتب المقال ابدعت. عامل هيا عامل المصنع اتقن عملك. خلاص كده ده معنى كلمة مضاف. طيب السؤال اللي بعده بيقول بين نوع المنادى في الجملتين. السؤال ده حلو جدا، بيجي كتير جدا وهتلاقوه في ثانوية عامة كتير جدا. فبيقول لك ايه؟ يا خالدا في الجنة لقد أرضيت ربك، يا خالد تقدم لتسلم الجائزة. السؤال ده جه في إعدادية قبل كده في ثالثة إعدادي. تمام؟ فنركز قوي. احنا اتفقنا ان احنا هنقسم، فنمشي بنظام التقسيم بتاعنا. يا ادي الاداه، الكلمه اللي بعدها على طول هي المنادى. عايز اقول له ايه الخالد دوت؟ عايز اقول له لقد ارضيت ربك. فعندي كام كلمه؟ 3 كلمات. فقلنا كلمتين او اكتر يا مضاف يا شبيه بالمضاف. طب انا هنا في عندي تنوين بالفتح، يبقى المنادى هنا شبيه بالمضاف. طب الناحيه الثانيه يا
خالد. عايز اقول له ايه؟ تقدم. خالد ده كلمه واحده، وخالد هنا ده اسم شخص، واسم الشخص دايما على طول بيبقى علم مفرد. السؤال اللي بعده، اضبط المنادى. مننا كتير ما يعرفش يعني ايه كلمه اضبط، بيعتبر ان هي غريبه عليه. اضبط يعني حط العلامه، حط العلامه، فتحه، ضمه، كسره، سكون، شوف انت هتحط ايه. فبيقول يا عبد الرحمن. ايه عبد الرحمن؟ عبد الرحمن واحد شاطر هيقول لي ما هو ده اسم شخص فيبقى علم، اقول له برافو عليك. لكن تخلي بالك كده معلومه جديده تحطها في دماغك، اي اسم مركب، عبد الرحمن، عبد الله، عبد الفتاح، عبد البصير، عبد السميع، عبد العليم، عبد اللطيف، كل الاسماء دي تعتبر اتنين مش كلمه واحده. جزء عبد واللطيف من اسماء الله حسنى، فهنا العلم هنا مركب، فالعلم المركب بيتعامل معامله المضاف. فهنا لما اقول يا عبد الرحمن، فانا عندي هنا كلمه عبد هي المنادى والرحمن مضاف اليه. عايز اقول له ايه؟ اجتهد، فعندي كلمتين، فالمنادى هنا مضاف. فبيقول له انصبه، ينصب بالايه؟ بالفتحه. مضاف منصوب بالفتحه. طب ايه السبب ان هو هنا مركب؟ علي اجتهد، هو عايز يقول يا علي اجتهد. طب علي كام كلمه؟ كلمه واحده، خلاص علم مفرد، والعلم المفرد قلنا مبني، مبني على ايه؟ على ما يرفع به. طب العلم بيرفع على ايه؟ علي مفرد، فبيترفع بالايه؟ بالضمه. قول يا علي. فقول عليه هنا منادى مبني على الضم في محل نصب. ليه؟ لانه علم مفرد، السبب ان هو علم مفرد. اجعل المنادى فيما ياتي مثنى وجمعا وغير ما يلزم. نخلي بالنا يا شباب، السؤال ده مهم جدا وبيوقع مننا كتير جدا في الامتحان. قبل ما تثني وتجمع اعرف نوع المنادى. قاعدة كده حطها في دماغك، قبل ما ثني واجمع اعرف نوع المنادى. ليه؟ لأن أنا لو ثنيت وغيرت العلامات أو جمعت وغيرت العلامات ممكن أقلبه من مضاف لشبيه بالمضاف أو من شبيه بالمضاف لمضاف. فلازم قبل ما ثني واجمع أعرف نوع المنادى، فبناء عليه أبدأ أشتغل. بيقول يا حامي الوطن حماك الله من كل شر. عايز يخليها مرة مثنى ومرة جمع. قلنا هنتفقنا ان احنا نشوف الاول نوع المنادى. ادي يا حامي، عايز تقول له ايه؟ حماك الله من كل شر. معلش هنشتغلوا بقى هنا. صفحة جديدة. قلنا يا حامي الوطن حماك الله. ادي يا حامي، عايز اقول له حماك الله، فعندي كلمتين، فالمنادى هنا مضاف. وطالما مضاف لما اجي اسمي واجمع القاعده بتقول ايه؟ قاعده، والقاعده مهمه، قاعده مهمه. بتقول ايه القاعده؟ بتقول تحذف نون المثنى وجمع المذكر عند الإضافة. يعني إيه الكلام دوت؟ عايز يقول لك لما تيجي تثني أو تجمع جمع مذكر سالم والمنادى بتاعك مضاف ما تحطش النون، احذف النون. فحامي، هتقول لي المثنى بتاع حامي إيه؟
حد شاطر هيقول لي حاميان في الرفع، وحاميين في النصب والايه والجر. طيب ما تيجي كده، المنادى ده مضاف، ويعني ايه مضاف؟ يعني معرب، والمعرب يعني ايه؟ يعني منصوب. يعني انا هنا مش هاخد حاميان، هاخد ايه؟ حاميين. ها، طب ما احنا لسه قايلين القاعده بتقول ايه؟ تحذف نون المثنى وجمع المذكر، يعني لازم احذف النون، فاقول يا حاميي. حاميي الوطن. ها نكمل بقى، دي اللي مهمة. أنا بسني حماك تبقى حماكما الله. طب لما أجي أجمع جمع مذكر ما هي برضه منصوبة. ها يا حاميي، حامي الوطن، حماكم الله. تمام كده يا شباب؟ يبقى تاني قبل ما اسني واجمع لازم اعمل ايه؟ اعرف نوع المنادى. اللي بعديها يا مؤدي واجبه أد بإتقان. ها يا مؤدي واجبه أده بإتقان. تعال نشوف نوع المنادى. أسهل، أديان مؤدي المنادى، عايز أقول له إيه؟ أديه بإتقان. ها كلمتين، يا مضاف يا شبيه بالمضاف. ها اتفقنا، المضاف والشبيه المضاف فرق ايه؟ تنوين وياء ونون. هل هنا في تنوين ياء ونون؟ لا. يبقى المنادى بتاعي مضاف، والمضاف قلنا معرب، والمعرب يعني منصوب. طيب يلا بينا نسمي. ها مؤدي، المثنى ايه؟ مؤديان ومؤديين. طب والجمع؟ مؤدين. يبقى تاني كده، الاتنين دول ايه؟ مثنى، وادي الايه؟ جمع المذكر. طب يلا، قلنا اتفقنا هنحذف النون لان ده معرب ومنصوب، ودي بقى مش معايا. يبقى يا مؤديي واجبهما أديا بإتقان. طيب جمع المذكر، يا مؤدي واجبهم أدوه بإتقان. تمام كده يا شباب؟ طيب اللي بعدها بيقول يا معلمة لك منا جزيل الشكر. يا معلمة لك منا جزيل الشكر. تعال نقسم. يا معلمة المنادى، عايز اقول لها ايه؟ لك منا الشكر. كم كلمة؟ كلمة واحدة. طيب الكلمة الواحدة ها اخرها تنوين؟ اه والله ده حاطط لي هنا التنوين اهو. يبقى انا التنوين عندي هنا ها كم كلمة؟ كلمة واحدة. هي نكرة مقصودة غير مقصودة؟ لا هنا كده نكرة ايه؟ غير مقصودة، والنكرة غير مقصودة معربة فمنصوبة. طيب عايزين نسمي معلمة، هنقول ايه؟ معلمتان، معلمتين. طب وفي الجمع؟ معلمات.
يلا بينا. قلنا دي منصوبة يعني دي مش هتنفع. طيب والنكرة غير مقصودة يا تنوين يا ياء ونون. يبقى لما اجي اسني اقول يا معلمتين لكما منا جزيل الشكر. ها يا معلمات. ها وقلنا بيتنصب بايه جمع المؤنث؟ نصب بالكسره، برافو عليكم. ها لكنا منا جزيل الشكر. تمام كده. اللي بعدها بيقول ايه؟ يا طالب العلم لا تهمل واجبك. يا طالب العلم لا تهمل واجبك. تعالى يلا نقسم. يا الأداة، طالب المنادى، لا تهمل واجبك ها الجواب. يبقى طالب هنا عندي كام كلمة؟ كلمتين، مفيش تنوين ومفيش ياء ونون، فهنا المنادى مضاف. المنادى هنا ايه؟ مضاف. والمضاف قلنا عليه معرب، حكم معرب، ومعنى حكم معرب يعني هو منصوب. طيب المثنى بتاع طالب طالبان طالبين. طب وجمع؟ هنعملها جمع تكسير طلاب، وممكن استخدمها طالبون او طالبين في جمع الايه؟ المذكر. لو هنا خدناها دي تكسير، طب انا عايز اخليها جمع مذكر، هتقول طالبون او طالبين. طيب احنا لسه متفقين ان ده مضاف، يعني ده مش هينفع لان ده مرفوع. ها وقلنا المنادى المضاف ما ينفعش يجي في اخره نون. فاما اجي اسني هقول ايه؟ يا طالبي العلم. طب في الجمع يا طلاب العلم أو يا طالبي العلم. لو أنا خدت الجمع جمع مذكر، إنما هنا خدته جمع إيه؟ تكسير. تمام كده؟ السؤال اللي بعده بيقول يا ذا النصيحة أثابك الله. يا ذا النصيحة أثابك الله. تعال نقسم. يا ذا هي المنادى، عايز اقول له ايه؟ اثابك الله. تمام. قلنا الاسماء الخمسه دايما الاسماء الخمسه مضافه، يعني ده مضاف والمضاف معرب، ومعنى كلمه معرب يعني منصوب، عشان كده نصبوا بالايه؟ بالالف، لان الاسماء الخمسه بتنصب بالالف. طيب هنا بقى ذا اسميها واجمعها ازاي؟ قال لي بتسمى على ذوى وذوي. ها او ذو في الجمع وذوي. انا عايز مثنى، يبقى يا ذوي النصيحة أثابكما الله. طيب في الجمع يا ذوي النصيحة أثابكم الله. طب من كده يا شباب. نكمل هناك. رقم 2 بتقول يا فلاح أنت جزء أصيل من نهضة مصر. يا فلاح أنت جزء أصيل. طيب ما تيجي نقسم كده.
يا الأداة، فلاح المنادى عايز أقول له إيه؟ أنت جزء أصيل. فعندي هنا كلمة واحدة، كلمة واحدة قلنا عليها إيه؟ يا نكرة مقصودة يا غير مقصودة يا علم مفرد، ده مش علم. يبقى يا مقصودة يا غير مقصودة، فرق بإيه؟ بالتنوين وياء ونون. مفيش هنا تنوين ومفيش ياء ونون. يبقى هنا على طول ده إيه؟ نكرة مقصودة. وقلنا النكرة المقصودة مبني على ما يرفع به. جميل. طيب لو انا جيت عايز اسني فلاح هقول ايه؟ فلاحان وفلاحين. طب وهجمع تبقى فلاحون وفلاحين. نركز بقى يا شباب، احنا لسه قايلين ده ايه؟ نكره مقصوده يعني مبني، يعني مش هناخد اللي فيها نصب مفيش فيها ونون. يبقى هناخد ايه؟ فلاحان وفلاحون. فاقول في الاجابه بتاعتي يا فلاحان انتما جزء اصيل. ويا فلاحون انتم جزء ايه؟ اصيل. تمام كده يا شباب؟ فهمت؟ اللي بعديها واليا ذات الاخلاق لقد اصطفاك الله. يا ذات الاخلاق لقد اصطفاك الله. ذات. تعال نقسم. ادي ذات المنادى. ذات هنا بمعنى صاحبة. عايز اقول لها ايه؟ لقد اصطفاكي. طيب يبقى هنا كام كلمة؟ كلمتين. يبقى يا مضاف يا شبيه بالمضاف، ما عنديش تنوين ما عنديش ياء ونون، فالمنادى هنا مضاف. والمضاف معرب، والمعرب يعني منصوب. فاقول ذواتي. يلا كده اما اجي اسني اقول ايه؟ يا ذواتي الاخلاق لقد اصطفاكما. يا ذوات الاخلاق ويا ذواتي الاخلاق لقد اصطفى لقد اصطفاكن الله. تمام كده فهمناها؟ ذواتا وذواتي. الجملة اللي بعدها بيقول يا رجلا اجتهد في عملك، يا قائل اشهد بالحق. تعالى ناخدها كده. يا رجلا اجتهد. رجلا. تعالى كده نقسم. يا الأداة، رجلا المنادى. عايز اقول له يجتهد، عندي كلمة واحدة نكرة غير مقصودة. نكرة غير مقصودة، والغير مقصودة معربة، والمعرب يعني منصوب. فلما اجي اسمي اقول ايه؟ اقول رجلان ورجلين. في الجمع هقول ايه؟ رجال، لان مش هينفع اقول راجلون لان هنا رجال جمع ايه؟ تكسير، مش هتنفع تجمع جمع ايه؟ مذكر. طيب نخلي بالنا كده، احنا لسه قايلين منصوبه، وطالما منصوبه يبقى رجلان مش هتنفع. فاقول ايه؟ يا رجلين.
اجتهد ويا رجال، واحط بقى الفتحه هنا عشان ابين له ان انا فاهم وعارف. رجاله منصوبه بالايه؟ بالفتحه، ولا احط التنوين؟ احنا اتفقنا من اول الفيديو قلنا هنعمل ايه؟ اول ما اجي اقول منادى قبل ما اثني واجمع اعرف النوع. طب هو لسه قايل لي النوع هنا ايه؟ نكره غير مقصوده. طب والنكره المقصوده تفرق عن المقصوده في ايه؟ في التنوين او الياء والنون. يبقى انا هنا مش هحط فتحه، لا، امال هحط ايه؟ انا هحط رجالا، التنوين، انون الكلمه لانها نكره، فالياء رجالا اجتهدوا. اللي بعدها اخر واحده بيقول يا قائل اشهد بالحق. يا قائل اشهد بالحق. تعال نقسم. يا المنادى قائل، عايز اقول له ايه؟ اشهد بالحق، كلمه واحده، مفيش تنوين ومفيش ياء ونون، تبقى نكره مقصوده. نكره مقصوده، والنكره المقصوده مبني على ما يرفع به في محل نصب. فاجي اقول قائل، تبقى قائلان، قائلين، قائلون، قائلين في الجمع. طيب هو عايزها مره مثنى مره جمع. طب ما تيجي كده، دي مبنيه يبقى مش هينفع اللي فيها ياء ونون، امال هناخد ايه اللي فيها الالف والنون؟ فاقول يا قائلان، وكمل اشهدوا او اشهدا بالحق. يا قائلون اشهدوا بالحق. تمام كده يا شباب؟ كده السؤال ده ايه؟ خلص. نرجع بقى للسؤال اللي بعده. يقول اجعل المنادى نكره مقصوده فيما يلي. فاحنا برضو لازم نحدد نوع المنادى، نحدد نوع الايه؟ المنادى. يلا كده، آية عاملين، خلاص احنا حفظنا كلمة واحدة، يبقى ده نكرة غير مقصودة. طب انا عايزه نكرة مقصودة، نكرة مقصودة ولا ينفع فيها تنوين ولا ياء ونون؟ يبقى نخلي عاملين تبقى عاملون. فاقول أيا عاملون اتقنوا، ولا هنا اتقنا؟ ما هي عاملون يا اما عاملان، على حسب بقى الجمله هي مثنى ولا جمع. هنا قال لي ايه؟ اتقنا. اتقنا دول كام واحد؟ اتنين، مثنى. تاخد عاملون ولا عاملين؟ لا اخد ايه؟ عاملان. يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه؟ ايا عاملان، واكمل الجمله زي ما هي. طيب رقم 2 يا شاكرين. قسم. يا شاكرين عايز اقول لهم ايه؟ زادكم الله. برضو دي غير مقصوده، احولها. زادكم هنا جمع، يبقى نقول ايه؟ شاكرون. يا نائما. كل اللي هعمله التنوين لو موجود احذف التنوين تتحول لنكره مقصوده، يبقى نائم، واكمل الجمله. يا مصريين. الياء والنون دول حافظوا، يبقى على طول تتحول تبقى ايه؟ مصريون. يبقى اقول يا مصريون حافظوا على وطنكم. السؤال اللي بعده بيقول حول المنادى المضاف الى شبيه بالايه؟ بالمضاف، وشبيه بالمضاف الى مضاف. يعني هنعكس المضاف شبيه وشبيه بالمضاف. يبقى انا كده كده لازم احدد الجمله. هنا بيقول ايه؟ اي عابر. عايز اقول له ايه؟ التزم. عابر الطريق التزم. كلمتين ما فيش تنوين ولا ياء ونون، يبقى انا هحول اللي ما فيهاش تنوين احط لها تنوين لو مفرد. طب لو مثنى او جمع احط له ياء ونون. تبقى عابرا الطريق. هيا عاملين للخير. ادي هيا عاملين، ده شبيه بالايه؟ بالمضاف لان اخره ياء ونون. اشيل النون
يبقى عاملي للخير، ومش هينفع للخير لان كده هيبقى جاي بعدها جر وايه ومجرور، فانا لازم احذف الجر والايه والمجرور، اخليه مضاف عامل الخير. يبقى خلي بالنا يا شباب هنا مهمه جدا، هنا عاملين للخير محطوطه هنا ايه جر ومجرور، والجر والمجرور لو جه بعد المنادى يبقى ده شبيه بالمضاف. طب انا عايزه مضاف، هل ده هنا الكلمه دي هتضاف لحاجه؟ لا، ده هيبقى جر ومجرور، لازم يكون اسم معرفه، فحول للخير خليها الخير، يبقى عاملي الخير. طيب اللي بعديها ايا طالبات، ايا طالبات للعلم، ايا طالبات للعلم. طب برضه للعلم جر وايه ومجرور، فاسيب طالبات زي ما هي واحط العلم بدل للعلم. يا صانعين المعروف، هنا برضو كلمتين واخرها ياء ونون، تبقى صانعي المعروف. احذف نون جمع المذكر والمثنى عند الاضافه، فهنا نون المثنى هتحذف عند الايه الاضافه. السؤال اللي بعد كده بيقول حول المنادى الشبيه بالمضاف الى نكره غير مقصوده، والنكره غير مقصوده بشبيه بالمضاف. يبقى انا معنى كده هيجي لي كلمه واحده اخليهم كلمتين، كلمه واحده اخليها كلمتين. فاجي هنا يا عاملا، ده نكره غير مقصوده، يبقى انا اخليها يا عاملا في المصنع، احط له جر وايه ومجرور، عكس اللي كنا بنقوله من شويه. ايا جنودا للوطن، هنا شبيه، يبقى اعمل ايه؟ احذف للوطن، فاقول ايه؟ ايا جنودا، بقت نكره غير مقصوده. يا حكما، يبقى يا حكما للقضيه، بقت جر وايه ومجرور، احكم بالايه بالعدل. هنا كلمتين يبقى احذف الثانيه، بقت يا طلابا. هيا صابرين على البلاء، هيا صابرين على البلاء، انا هسيبها بس ايه احذف الجر والمجرور، تبقى هيا صابرين واكمل الجمله ابشر. طيب السؤال رقم 12 بيقول حول المنادى المضاف لنكره غير مقصوده. المضاف بقى المضاف اللي هو ما فيهوش تنوين ولا ياء ونون، هديله بقى انا ايه تنوين او ياء ونون بس هخليه كلمه واحده. بيقول ايا وطني الحبيب، ايا وطني هي المنادى، عايز اقول له عزك في وحده ايه ابنائك. وطني هنا كام كلمه؟ كلمتين، انا عايزه كلمه واحده لان ده مضاف، لانه مضاف لياء الايه المتكلم، فهقول له ايه ايا وطنا، خلي فيه تنوين اهو عشان هو مفرد، واكمل الجمله اقول له عزك في وحده ابنائك. 2 يا طلاب العلم والمعرفه، طلاب هي المنادى، عايز اقول لهم ايه اخلصوا. طيب ما انا هنا عايزه نكره غير مقصوده، يبقى انا هحذف كل اللي وراها ده وانصب دي، فاقول ايه يا طلابا اخلصوا. رقم 3 يا بانيا، دي كلمه واحده، يعني دي نكره غير مقصوده، انا عايز احولها لمضاف. مضاف يعني كام كلمه؟ كلمتين وما فيهمش تنوين ولا ياء ونون، فاقول يا باني المستقبل واكمل الجمله لا تلتفت الى الخاملين. هيا هاديا، كلمه واحده، يبقى انا هحولها كلمتين، تبقى هيا هادي الناس واكمل الجمله ووفقك ووفقت في ايه في مسعاك. بيقول لي حول المنادى المعرب الى مبني والمبني الى معرب. احنا اتفقنا المنادى المعرب عندي مضاف شبيه بالمضاف نكره غير مقصوده. طيب المبني نكره مقصوده علم مفرد، يبقى انا هحول اي حاجه من الثلاثه دول لحاجه من الاثنين دول، هو سايبها مفتوحه فانا هشوفها. فبيقول ايا رجال الغد احرصوا على العلم، كلمتين مضاف معرب،
عايز احوله، يبقى احولها لايه؟ نكره مقصوده. فاقول يا رجال، يا رجال احرصوا على العلم. يا مهتما ببدنك، كلمتين شبيه بالمضاف عشان في تنوين. هنا في تنوين اهو، يبقى ده شبيه بالايه؟ بالمضاف. طب انا عايز اخليه مبني، يبقى اشيل ببدنك واخليها ايه؟ مهتم. حطينا الايه؟ ضمه. يا مهتم لا تنسى قلبك وروحك. اللي بعديها هيا محامون. محامون كلمه واحده، نكره مقصوده، والنكره المقصوده مبنيه، انا عايز اخليها معربه. اقلب الواو والنون لياء ونون وريح دماغك، هتبقى من نكره مقصوده لنكره غير مقصوده. فاقول ايه؟ يا محامين دافعوا عن ايه؟ قيم العدل. اي مهملا عملك. كم كلمه عندي هنا كده؟ كلمتين. كلمتين وفي تنوين يعني شبيه بالمضاف، وشبيه بالمضاف منصوب، فده معرب. عايز احوله المبني، قلنا هنحذف ده واخليها اي ايه؟ مهمل. لا تلومن الا ايه؟ نفسك. طيب بيقول ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره غير الصحيحه. اي طلابي وقروا كبيركم. اتفقنا ان دايما لازم اقسم. ادي اي طلابي، عايز اقول لهم ايه؟ وقروا كبيركم. دول كده كلمه، كلمتين مش كلمه واحده يا شباب، ونصحى ونركز. ليه هنا؟ عشان اضافت لياء المتكلم اللي هي انا، فده مضاف. طيب هو السؤال بيقول ايه؟ بيقول اي لنداء البعيد والقريب. اقول له لا غلط، دي لنداء البعيد ولا القريب؟ لا البعيد. احنا اتفقنا ايه؟ همزه واي قريب، اي وهي بعيد. يا هي القريب والايه؟ والبعيد. يا قائلين الحق اثابكم الله، المنادى مضاف. تعال نقسم. يا قائلين عايز اقول لهم ايه؟ اثابكم الله. كم كلمه؟ كلمتين، مضاف شبيه بالمضاف، ده اخره ايه؟ ياء ونون. طالما ياء ونون يبقى شبيه بالمضاف، ده شبيه بالايه؟ طيب اللي بعديها ايها المواطن اعمل بجد. ايها المواطن، احنا اتفقنا ان اي هي المنادى، وكلمه ايها وايتها على طول هي المنادى، واللي بعدها يعرب نعت مرفوع. ما ننساش نعت مرفوع على طول، نعت مرفوع. يبقى دي نعت مرفوع. شكرا. يا مسرعا تمهل. تعال نقسم. يا مسرعا تمهل كلمة واحدة، يا تنوين غير مقصودة، يبقى دي صح. فمحدش بس يتلخبط. صح. اللي بعدها يا مدافعا عن المظلوم. ادي يا مدافعا، عايز تقول له ايه؟ اعانك الله. اكتر من كلمتين، كلمتين او اكتر، كلمتين او اكتر، مضاف او شبيه بالمضاف. طب المنادى هنا في تنوين، ده في تنوين، يبقى كلمه مضاف دي لا غلط، ده شبيه بالايه؟ بالمضاف. يا بائعا اقنع بالربح. يا بائعا المنادى، عايز اقول له ايه؟ اقنع بالربح. كم كلمه؟ كلمه واحده، وطالما كلمه واحده ما تنفعش شبيه بالمضاف ولا مضاف، دي هتبقى نكره غير مقصوده. قلنا النكره غير مقصوده كلمه واحده اخرها تنوين او ياء ونون. اللهم احفظ مصر. اللهم احنا خدناها نداء لفظ الجلاله. نداء لفظ الجلاله بننادي بيه عن طريقتين، يا اما يا الله، يا اما اقول يا الله، وفي الحاله دي هعمل ايه؟ احط الهمزه على الله، او استخدم اللهم، والميم دي هتعوض اداه النداء الايه؟ المحذوفه. فبيقول اللهم احفظ مصر، لفظ الجلاله منادى حذفت منه اداه النداء. اقول له لا ما اتحذفتش. ليه؟ لان الميم بتعوضها. الميم بتعوضها، الميم هنا عوض عن اداه النداء.
السؤال اللي بعده، يا ذا العلم لا تضني بعلمك. ها، يا ذا هي المنادى، العلم قلنا الاسماء الخمسه دايما مضاف، الكلام ده صح. يا سائل، ها، عايز تقول له ايه؟ لا تلح، كلمه واحده، نكره مقصوده غير مقصوده، علم مفرد، ده ولا اسم شخص ولا اسم بلد ولا اسم اشاره، ها، يبقى على طول كده مفيش تنوين ومفيش ياء ونون، فنكره مقصوده، صح. يا حكم المباراه، يا حكم، عايز اقول له ايه؟ كن يقظا. كم كلمه؟ كلمتين، طالما كلمتين يا مضاف يا شبيه بالمضاف، يبقى نكره غير مقصوده دي غلط. في تنوين في ياء ونون؟ لا، يبقى ده منادى ايه؟ مضاف. يا رجال الوطن، ها، يا رجال الوطن ينادي، ها، كم كلمة؟ كلمة واحدة، طالما كلمة واحدة ما تنفعش تبقى مضاف، مفيش تنوين ومفيش ياء ونون، تبقى نكرة مقصودة. آية ذكر من ضحوا بأرواحهم ستبقى خالدا، المنادى نكرة مقصودة، تعال نشوف. آية ذكر من ضحوا بأرواحهم ستبقى، ذكر الذين ضحوا بأرواحهم، ها، ذكر كم كلمة؟ ها، هل هنا عندي كم كلمة؟ كلمة واحدة؟ ولا أكتر؟ طب ما تيجي نمشي واحدة واحدة. هل بعديها جر ومجرور؟ في تنوين؟ في ياء ونون؟ لا. وطالما أكتر من كلمة يبقى دي إيه؟ غلط. صوب الخطأ فيما يلي ثم أعد كتابة الجملة صحيحة. صوب بقى، عايزين نصوب. احنا اتفقنا هنقسم عشان نعرف نوع المنادى، فالتأكيد اللخبطة كلها هتجيلكم يا ولاد فين؟ في الإعراب. دايما لما اقول لك صوب الخطأ هتلاقي الخطأ في الإعراب. تعال نشوف أول واحدة. يا أصدقاؤنا اعتزوا، كم كلمة؟ حد يقول لي كلمة أقول لك لا، 2. ليه؟ عشان في ضمير. يبقى كده المنادى مضاف. المنادى هنا نوعه إيه؟ مضاف، والمضاف منصوب. في النصب نخلي بالنا الهمزة المتطرفة، لو جه بعديها ضمير، لو جيت اوصل بعديها ايه؟ احط بعدها ضمير، الهمزه هيبقى ليها 3 اشكال. يا اما تتحط على واو، يا اما تتحط على السطر، يا اما تتحط على نبره. طيب امتى احطها على واو؟ لو كانت مرفوعه، على السطر لو منصوبه، على نبره لو مجروره. يبقى دي رفع، نصب، جر، في حال ان جه بعدها ضمير. طيب ارجع بقى هنا كده، اصدقاؤنا، طب ما دي منصوبه، يبقى انا اخد الهمزه على ايه؟ ها، على السطر، برافو عليكم. ها، هقول ايه؟ اصدقاء انا. يا محافظون على هويتهم، ادي يا محافظون، عايز اقول لهم ارتقوا، كم كلمه؟ اكتر من كلمه، يبقى يا مضاف يا شبيه بالمضاف، وفي كلا الحالات الاثنين معربين، الاثنين معرب. طيب طالما الاثنين معرب يعني الاثنين منصوبين، يعني ما ينفعش اقول محافظون، اقول ايه؟ محافظين. ليه؟ عشان ده شبيه بالمضاف. يا طالب عزا لن تحصل عليه الا بوطنيتك، لعبه خبيثه جدا. كم كلمه؟ كلمتين. مضاف يا شبيه بالمضاف، في تنوين؟ لا. في ياء ونون؟ لا. ها، طب هو هنا نصب عز، واحنا الطبيعي عشان اقول ان ده مضاف لازم اللي بعدها يجي مضاف اليه. طب هنا ما حطش مضاف اليه. طالب عزا، عزا هنا تبقى مفعول به، ها، لاسم الفاعل العامل. طيب فين التنوين هنا؟ الجمله كده فيها مشكله. طيب انا لو اعتبرت ان عزا هنا مفعول به، فلازم احط لي التنوين، يا طالبا عزا. خلاص، فانا هخليها ايه؟ طالبا. هتبقى ايه؟ طالبا. طب ليه ما خدتش طالب؟ ليه ما قلتش طالب؟ هقول لك لان كلمه عز هنا مش مجروره، انها عشان تتجر ومش معرفه. تمام؟ فاما اخليها اشيل التنوين من عزا
وهتبقى طالب عز أو طالب العز، أو أخلي طالب تبقى منصوبة طالبا عزا. يا مؤدي للواجب. يبقى أنا هنا في الجملة دي نرجع لها تاني، الجملة دي فيها 2 صح. يقول يا طالبا عزا، وعزا هنا تبقى مفعول به، يا إما يا طالب عز، وتبقى هنا إيه؟ مضاف إليه. فالحالتين أنت معاك صح، دي صح ودي صح. طيب رقم 4 يا مؤدي للواجب، دي كام كلمة؟ كلمتين. طب بس الثانية جر وإيه؟ ومجرور، يعني شبيه بالمضاف، يبقى أقول إيه؟ مؤديا. يا أحمدين. عندي القاعدة بتقول إذا ثني العلم أو الجمع بيفضل نكرة مقصودة، وده بالنسبة لنا في الإيه؟ في الكتاب، وهنمشي عليه في الكتاب كده. لو سنيت العلم أو جمعته جمع مذكر بيفضل نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة مبنية على ما ترفع به. فما أقولش أحمدين، أقول إيه؟ أحمدان. هيا مكرمون، مكرمون ضيوفكم أكرمكم الله. كم كلمة؟ كلمتين. طب كلمتين هنا يا مضاف يا شبيه بالمضاف. طب هنا في نون، طالما في نون يبقى لازم تاخد ياء ونون، تبقى أقول إيه؟ مكرمين ضيوفكم. خلاص؟ آية قارئا القصة قوما بتلخيصهما. آية قارئا القصة، في تنوين اهوت، أو ألف التنوين اهيت موجودة، فدول كلمتين. قال لي إيه هنا؟ قوما، دول 2 مثنى. طب إزاي هنا قارئ واحد وهنا مثنى؟ يا إما غير قارئا يا إما غير قوما، فأنا هغير قوم، تبقى إيه؟ قم بتلخيصها. طالب شاطر تاني يقول لي يا مستر انا هسيبها مثنى بس قارئة، هقول ايه؟ قارئين. اقول له صح، دي صح ودي صح، برافو عليك. يا راغبون في النهضة، يا راغبون في نهضة مصر. طب ما دي شبيه بالمضاف، لان دي بعدها جر وايه؟ ومجرور، يبقى ما ينفعش راغبون، تبقى راغبين. أمحمدا، محمدا. محمد علم مفرد، والعلم المفرد يا شباب قلنا مش هينفع، العلم المفرد ما ينفعش ان هو يتنون، ما يتنصبش، فاقول ايه؟ محمد. اجتهد من غير تنوين. طلاب العلم المجتهدون استثمروا وقتكم. هو فين المنادى؟ احنا اتفقنا الجمله اللي ما تلاقيش فيها المنادى تعمل ايه حضرتك؟ كل اللي هتعمله حط يا قبلها واقرا الجمله، شوف هتنفع ولا لا. يلا كده، يا طلاب العلم المجتهدون استثمروا وقتكم. تمام وزي الفل. يبقى طلاب العلم استثمروا وقتكم. طب ما هي دي مضاف، امال الغلط فين؟ الغلط اهو يا حبيبي. طلاب العلم، مش ده نعت، والنعت منصوب، لان هنا المضاف منصوب، يبقى ما ينفعش اقول المجتهدون، اقول الايه؟ المجتهدين. اخر جمله عندي بتقول ايها اللائمين كفوا عن اللوم. لسه شارحين دلوقتي القاعده بتاعت ايها وايتها. قلنا ايها وايتها لما تيجي المنادى الكلمه اللي بعدها تعرب نعت مرفوع، دايما كده حطها في دماغك، بعد ايها وايتها نعت مرفوع، يبقى كلمه اللائمين مش هتنفع اخليها اللائمون. وبكده يكون انتهى حل تدريبات درس المنادى للصف الثاني الاعدادي. اشوفكم بخير، واستنونا المره الجايه في الحلقه الجايه عشان نشرح الدرس النصوص الاولاني اللي عندنا في المنهج، وبعد كده هنتوالى اذاعه الشرح، نص درس النحو والنص، درس النحو والنص، مع شرح الوحده بالكامل. هتلاقوها موجوده على قناتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.